اللي هو انا احاول اقطع الكوره في منطقتهم هم، في منطقه الهلال السوداني. الكوره مثلا وصلت مع جراديشار. طيب السؤال بقى يا عم جراديشار، هو انت لو لعبت للي على شمالك هيبقى فيها مشكله؟ تخيل انت لو لعب للي على شماله، ده كان اعتقد امام عاشور. طب تعالى نبص كده، بص على امام عاشور. طب انت لو لعبتها بس لامام عاشور، تمام، بص كده اهو، هو هنا امام عاشور فاضي خلاص، اللي عليه الدايره. تخيل انت المساحه اللي قدام امام عاشور دي كلها، في فدان تقدر ان هو يتحرك فيه لوحده وبكل سهوله. لكن هنقول ايه؟ تقريبا اللي عمله امام عاشور في الماتش الذهاب مع وسام ابو علي، جراديشار حب يعملوا الماتش ده معاه. وبالتالي جراديشار فضل زي ما انت شايف، انا معرفش هو عايز يعمل ايه. انا توقعت، قلت ان هو حتى من المكان ده هيرجع الكرة بقى لامام، ساعتها الدنيا بقت فاضية. الا ان جراديشار فضل الانانية للاسف يعني، تمام، وشاطها، والحارس بتاع الهلال السوداني شالها. طبعا انت هتلاقي عندك امام عاشور قريب من من نقطة الجزاء، هيبيض يا عيني. اشرف بن شرقي بيقول له انت بتعمل ايه، تلاقي برضو وسام. حاجة يعني غريبة بصراحة، تصرف غريب جدا من جراديشار. والنهارده في ثلاث تصرفات اغرب من بعض، ده اولهم. تعال نشوف كرة مرتدة راحت لجراديشار. جراديشار اللي معاه الكرة ده حلو قوي، هيلعبها لمين؟ لامام. حلو قوي. امام بقى عمل ايه؟ امام عمل الصح، لمسه من اول مره. بص بقى جراديشار عمل ايه. يعني انت عملت ايه؟ هي بتتشاط من اول مره. بص جراديشار هيجننك يعني، الولا ما تفهمش جراله ايه. كرة ملعوبه هي يا معلم، شوط على طول بقى، شوط على طول اول ما توصل لك، هي لعبها لك على طول. هنا بتتشاط، هنا بلف وسطي واشوط، لكن هو استلم وتمام، ده عارف يستلمها. وطبعا المدافع دخل عليه مع ارض الملعب، ما تفهمش هو كان بيعمل ايه.